طبعا التدريب بالنسبة للأكاديمية الرؤية السعودية طبعا تمارس تمارينها 3 أيام في الأسبوع في مدارس الأندلس في حي الشاطئ بجدة. تأسست الأكاديمية ما يقارب تقريبا أكثر من 10 سنوات بنشاطين. النشاط الأساسي هو تطوير المهارات والأساسيات للاعبين كرة السلة من 7 سنوات لغاية 17 سنة، وبعدين من 18 سنة بلز للفئات الأكبر سنا. يشرف على تدريب اللاعبين فئات مدربين 5 مدربين، ويشرف على البرنامج المدرب يوسف عبد العزيز الأمريكي اللي هو والده كان بيلعب سابقا في بوسطن سيلتكس وفي سوبر سونيكس في NBA. طبعا يوسف عبد العزيز يجينا في كل 3 شهور يعني يشرف على البرنامج ويشوف يقيم اللاعبين وما ذلك. هدفنا من الأكاديمية عدة أهداف. أول شيء تطوير اللاعبين ومهاراتهم وأساسياتهم، في هدف آخر اللي هو اكتشاف الموهوبين في الوقت اللي احنا الآن نعلم فيه الناس المميزين الموهوبين، احنا نكتشفهم. اكتشاف الموهوبين تطويرهم وتطوير مهاراتهم يؤدي إلى أننا نقوم بتسويقهم، تسويق اللاعبين. هنا في السعودية عندنا في لاعبين سعوديين، في لاعبين مواليد، في لاعبين مقيمين. احنا نهتم بكل هذه الفئات وبعد ذلك نهيئهم انهم هم يعني يلتحقوا بالانديه، سواء الانديه السعوديه او الانديه الخليجيه او الانديه العربيه، تسوق له حصل له فرصه في احد الجامعات الخارجيه، احنا دائما نهيئ. طبعا رسوم الاشتراكات معموله على شكل باقات، باقه عاديه يمكن ما نبلغها في حدود 499 ريال او 500 ريال. المشترك بعض اذا كان اكثر من اخ او اكثر من اخت، اذا كان اكثر من اخ او اكثر من اخت دائما نحاول انه نعطيهم خصم من بين 30 الى 50%. ايضا برنامجنا يحتوي على برنامج استقطاب الايتام، اللي هو طبعا يكون يتيم ما عنده اب او في الحاله هذه نستقطبهم ايضا في الاكاديميه وندربهم في الاكاديميه، وايضا البعض منهم ناخذ خصم 50% للالتحاق بالاكاديميه. ايضا نهيئهم ان يكونوا صالحين في المجتمع. طبعا هدف الاكاديميه الهدف الاساسي والرئيسي الكبير اللي هو طبعا حفظ هؤلاء الشباب من الاشياء كثيره مضره بحياتهم، سواء البيئيه وما شابه ذلك او الامور كذا. وكره السله طبعا لعبه ممتعه ومثيره، لذلك احنا مهتمين فيها. خبراتنا الطويله اللي تتجاوز بالنسبه لي خبره طويله في هذا المجال، اكثر من 40 سنه في مجال كره السله، جعلتني اني اهتم بهذه الفئات سواء اولاد او سواء بنات، نضعهم على الطريق الصحيح بالنصح والارشاد وغرس المبادئ الحسنه فيها.